السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل وصفه كده اقتصاديه وعلى قد الايد من المكرونه والبيض. مش هنعمل مكرونه وبانيه النهارده لان طبعا الاسعار بقت مكلفه جدا. هنعمل وجبه اقتصاديه بمقادير سهله جدا، كلها في حله واحده او في طاسه واحده، وسهله وسريعه وطعمها في منتهى الجمال. تاكل سخنه كده، رهيبه جدا. طبعا في الشتاء بتدفي وطعمها حلو قوي. عندي طاسه او حله على النار، ببدا انزل ب 3 معالق 4 معالق من الزيت، ومكعب محترم كده من الزبده. الزبده تدي طعم حلو قوي للوصفه. لو مش متوفره ممكن تستخدمي سمنه عادي، ممكن تستخدمي زيت عادي، مفيش اي مشكله. عندي بقى كيس المكرونه اللي احنا محتارين نعمل بيه ايه دوت. هبدا بقى ان انا احمره كده لحد ما اخلي لونها كلها بالشكل ده. ممكن تضيفي رشه ملح عشان توحيد اللون، ولكن انا ما ضفتش الملح. عندي هنا قرن فلفل احمر، قرن فلفل شطه، قرن فلفل اخضر، براحتك زي ما تحبي. عندي كمان طماطميتين كده متوسطتين مبشورتين، وعندي صلصه طماطم. هبدا اضيف كل الحاجات دي كلها كده على المكرونه بعد ما تتحمر. ولو بتستخدمي مرقه الدجاج حطيها كده طبعا، والمكرونه سخنه تتقلب كده مع بعضها كده عشان خاطر الجيلاتين اللي موجوده في مرقه الدجاج تفك كده وتسيح. بعد كده اتاكد كده من كل السوائل اللي ضفتها على المكرونه، سواء الطماطم المبشوره او الصلصه، تشكشك كده وتختفي. وابدا انزل بالمرقه المناسبه، يعني مجرد انها تغطي المكرونه بعقل الصباع. وابدا اتبل المكرونه بتاعتنا بشويه ملح وفلفل اسود، واقلبهم كويس جدا مع بعض. وابدا بقى ان انا اغطي المكرونه لحد قرب ما تستوي. لسه هنا فيها شويه ميه ما تشربتش. هبدا ان انا برضو اسيبها على نار عاليه لحد ما تتشرب كده. وابدا اجهز البيض بتاعنا. طبعا هي خلاص قربت خلاص تتشرب. هبدا بقى ان انا اختبر البيض بتاعنا كده في اي حاجه صغيره. لو متاكده من البيض هحطه على طول مباشره. هبدا اعمل حفر كده في المكرونه، وابدا اضيف البيض واحده واحده. طبعا كميه البيض على حسب افراد اسرتك. حابه تعملي لكل واحد بيضه مفيش مشكله، حابه تعملي لكل واحد بيضتين برضو مفيش عندنا اي مشكله. هعمل حفره كده في المكرونه، وابدا انزل بالبيض بتاعنا كده واحده واحده. تمام. هبدا اتبل بقى كده. طبعا المكرونه متبله ملح وفلفل وتمام، والشوربه متحيقه وزي الفل. هبدا ارش رشه خفيفه من الملح على البيض والفلفل الاسود، واغطيها لحد ما تستوي. بعد بقى يعني مش هتكمل، البيض ما بياخدش وقت طويل على النار. هبدأ بقى ان انا اختبر السوا كده بشوكة. وطبعا كل واحد على حسب ذوقه في تسوية البيض، لان في ناس بتحبه مستوي قوي وفي ناس بتحبه نص نص. ده براحتك. عايزه اقول لكم بقى طعم الطبق ده تحفة. المكرونة جميلة جدا والبيض طعم حلو قوي قوي. وجبة سهلة وبسيطة وسريعة ومش بتاخد مننا وقت ولا مجهود، واقتصادية وعلى قد الايد. بس بكده الفيديو بتاعنا خلاص انتهى. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.